شو رح يصير لو دربت صدرك ب5 تمارين بس وطبقتهم بالطريقة الصحيحة؟ رح تصدق انك ممكن تشوف فرق بالشكل والقوة خلال اسابيع قليلة. اليوم رح فرجيك اقوى برنامج صدر للمبتدئين والمحترفين لتضخيم وتقسيم عضلة الصدر باسرع وقت ممكن. جربتها انا شخصيا وماشي عليها حاليا ومضمونة 100% لو مشيت معي خطوة بخطوة. بوعدك بنتيجة رح تصدم الكل، بس كمل معي الفيديو للنهاية لانه كل ثانية كل لقطة من الفيديو فيها معلومات وأسرار مهمة عن تضخيم وتقسيم وبناء عضلة الصدر. إذا كنت مبتدئ أو حتى لاعب متقدم فهالفيديو لإلك، لأنه رح نشتغل على تمارين الصدر العلوية والمتوسطة والسفلية لتضخيم وتقسيم وبناء صدر قوي مثل المحترفين. أول تمرين معنا هو ضغط بار علوي على السميث ماشين 4 جولات، كل مجموعة 12 10 8 6 مع التدريج بالوزن. هذا التمرين أساسي لتضخيم الجزء العلوي من عضلة الصدر. ركز على نزول البار بهدوء وادفع بقوة للأعلى، وجرب تمسك البار شوي أوسع من مستوى الكتف لتحفيز ألياف الصدر أكثر. سؤال سريع، تعرف شو الفرق بين تمرين البار والدامبل من ناحية العضل؟ تابع معي لأنه الجواب بعد التمرين الجاي. التمرين الثاني هو ضغط دامبل مستوي بنفس النظام 12 10 8 6. التمرين بالدامبل بيساعدك تشغل كل جهة من الصدر لحال، يعني بتوازن القوة بين الجهتين وبتفصل العضلة أكثر. خليك ثابت، لا ترفع الدامبل بسرعة، حافظ على التحكم بكل تكرار. شو الفرق بين البار والدامبل؟ بالدامبل بصير عندك مدى حركي أكبر، وهذا الشيء بيعطي تحفيز أعمق للعضلة ونتائج أسرع بالتقسيم والتضخيم، وهو طبعا الشيء الأساسي اللي بده إياه كل مبتدئ أو محترف. التمرين الثالث فتح كبل مستوي، من أهم تمارين تشكيل وتقسيم عضلة الصدر. نزل الإيدين ببطء وحافظ على شد الكابل بكل لحظة بالحركة. الجولات 12 10 8 6. لازم تحس بالإطالة وقت النزول، ورجع إيديك للمنتصف وكأنك عم تجمع الصدر. هذا التمرين بيفصل العضل وبيزيد الكثافة، لازم تركز فيه كتير منيح خصوصا بالعدة السلبية لأنه بيعمل ستريتش كبير للعضلة، وهذا الشيء اللي بيساعد على تمزيق الأنسجة العضلية وترميمها، وهو اللي بيخلي العضلة تكبر وتعطيها حجم وضخامة أكثر. رابع تمرين معنا هو الفراشة. استخدم وزن يخليك تشتغل بجودة مو بس بكمية. تكرارات 12 10 8 6. ركز على عصر الصدر بالنهاية وخلي صدرك مرفوع طول الوقت لتشتغل العضلة بأقصى شد ممكن. وهلأ سؤال، تعرف شو بصير لو دمجت الفراشة مع الكابل بنفس الجدول التدريبي؟ الجواب بعد آخر تمرين. آخر تمرين معنا هو الدبس أو المتوازي. إذا مو موجود عندك هذا التمرين تقدر تستبدله بتمرين بالأوفر، بس طبعا المتوازي أفضل وأقوى لعضلة الصدر. تمرين رهيب لتقوية الجزء السفلي من عضلة الصدر. خليك مائل شوي لقدام ونزل جسمك ببطء واطلع بقوة. الجولات 12 10 8 6. لو قدرت تضيف وزن خفيف بعد فترة بتشوف فرق واضح بالشكل والقوة خلال أسابيع. وهلأ لما تجمع بين الدبس والفراشة والكابل بنفس الجدول صدرك رح ينفجر من شدة الضغط، ونتائج رح تكون أسرع من أي وقت مضى. إذا وصلت لهون فأنت فعلا حابب تبني صدر قوي وضخم ومرسوم مثل المحترفين. جرب الجدول وشارك معي النتيجة بالتعليقات، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، وشارك الفيديو مع أصدقائك خليهم يستفادوا، لأنه الفيديوهات الجاية رح تكون عن تمارين الأكتاف والظهر بنفس القوة. بتمنى تتابعني على الانستغرام للي حابب أعطيه جدول مخصص له أو يبدأ معي رحلة تدريب أونلاين لوصلك لأفضل فورمة من جسمك بأفضل نتيجة وأسرع وقت. الرابط بالوصف وأول تعليق مثبت. تابعني وأرسل كلمة تدريب، خلينا نبدأ رحلة الفورمة سوا. وشوفوا كمان الفيديوهات اللي طالعة قدامكم على الشاشة لتكملوا رحلتكم ببناء جسم قوي ومتناسق.